تعالوا بصوا معايا كده ازاي تعملوا صبيت طاجن وكمان تعملوه مقلي. طعمه وريحته لا تتخيلوا قد ايه جميلة، رهيبة جدا وطعمها فوق ما تتخيل. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. جبت عندي الصبيت، غسلته كويس وشلت منه الطبقة السمراء على قد كده ما قدرت، ومسكته دعيني غسلته بالملح والليمون وخليته زي ما انتوا شايفين كده، رهيب. وبعدين طلعت ايه البطن بتاعته، وبعدين ومسكت بقى الروس قطعتها لوحدها، وبلح اللي جواه ده البطاريخ اللي هو البلح طلعته. فانا هعمل منه اكلتين طبعا. ست البيت لازم تتفنن في اكلها، فانا هعمله لكم طاجن وهعمله لكم وجبتين. يبقى احنا كده عندنا كيلو ونص سبيت هنعمل منه وجبتين. ماشي، همسكه بقى اقطعه شرايح الجسم بتاعه زي ما انتوا شايفين كده كده. انا فاصله الراس لوحدها، دي اللي عامل عليها طاجن. وكمان عندي البلح بتاعه اللي هي البطاريخ موجوده على جنب. خلاص كده جهزناه. ولازم على فكره السبيت تنقعيه في ميه قبل ايه، قبل ما تغسليه. ليه؟ لان هما بيحطوا على التلج بتاعه، بيحطوا ملح وبيحطوا ملح خشن عشان خاطر يفضل فريش زي ما هو. يلا بينا، جبت قدر حطيته على النار، حطيت فيه البصل المتقطع وبدأت أحمر فيه. حطينا اهو عليه زيت، انا حطيت زيت ذرة. بعد ما حطيت كده الزيت زي ما انتوا شايفين وحمرته، اتحمريه كده لغاية ما يطرى معاكي. ايوه كده، بصوا نزل منه كده السكريات وسكر. خلاص كده هنبدأ بقى في الوقت الحالي نحط ايه، ورق اللورة. ورق اللورة عشان خاطر حاجتك اكلك يبقى حلو، تبقى كده ريحته جميلة. ماشي، خلاص كده هنحط الروس ونديها تقلبتين تلاتة علشان خاطر تتسوح مع البصل. ماشي، انا ماشية معاكم واحدة واحدة علشان خاطر نبقوا متابعين مع بعض، مفيش حاجة كده ايه تعدي مننا. الطريقة دي سهلة جدا، تاخدش معانا وقت وجميلة. تفضلي بقى تقلبي فيه لغاية ما يتقلب، معلش رجوله تبقى مشبكة لغاية ما يسخن. أول ما يسخن مع البصل بينكمش كده جوه نفسه، عشان تبقوا عارفين، ويقل كده ويبقى حبة صغيرة. يعني تخليكوا كده عندكوا صبر لغاية ما يشرب المية بتاعته. بعد ما يشربها حطي بقى البهارات المشكلة بتاعت السمك، وانزلي برضو ايه بحبة ملح، وخلي بالك من الملح علشان زي ما انا قلتلكوا بيبقوا حاطين مع التلج ملح مصبرينه. خلاص كده شف خالص من السوائل اللي نزلت منه، وبقى جميل كده ومحمر. خليكم ماشيين معايا واحدة واحدة. خلاص كده كله نشف، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. في الوقت ده بقى انزلي بالطماطم المقطعة. ماشي، وهو تحت عمال يشكشك، المنظر رهيب. يا جماله يا جماله. معلش انا بقطع واحط، اقطع واحط، اقطع واحط علشان خاطر ايه، يبقى الطماطم بتاعتنا متقطعة فريش، ما تكونش خرة مية. دي اهم حاجة، فانا عشان كده بقطعها فريش. والمية اللي بتبقى على القطاعة خلاص ما بحطهاش. زي ما انتوا شايفين كنت بنزل الطماطم بالمعلقة. ماشي، خلي بالكم من كل تركاية. يلا بينا بقى نروح لإيه، للسبيت التاني. حطينا زي ما انتوا شايفين كوباية مية، هننزل عليها بحوالي 7 معالق دقيق، وهنمسكها نحط عليها الملح والبهارات، شوية بابريكا، شوية كركم كده، ظبطي الدنيا تظبيطة كويسة. ماشي، وخلي بالكم من الملح. هفضل اقول لكم خلي بالكم من الملح علشان خاطر محدش يحدق منه.
ماشي خلاص كده انا عملتها. شايفين ازاي تبقى مادة سايلة كده، تبقى زي البشاميل، بتقل كده البشاميل، بس طبعا دي على البارد. ماشي، هنبدأ بقى نجيب حتت بتاعة السبيت ونحطها فيه. الطبقة دي هتبقى كده حواليه تخلي اللحمة بتاعتك طرية. فهمتوا؟ إيه، ما تبقاش كده ايه ناشفة. اهم حاجة اللي احنا بنحافظ بيها على اللحمة بتاعتنا. حتى لو احنا بنحمرها بعد ما اتحمرت بدأت حتت تقع منها مش مشكلة، المهم ان هي سابت اللحم زي ما هي. طبعا هنحط الزيت في حاجة غويطة، فانا عشان كده جايبة الحلة الصغيرة دي وحاطة فيها الزيت. هبدأ بقى انزل عليه، طبعا الزيت اللي انت عايزاه. اطلع كده بالشوكة واحط في الزيت، اطلع بالشوكة واحط جوه الزيت، نتنه كده ماشيين مع بعض لغاية ما نشوف النتيجة بتاعته. ماشي، شايفين الزيت كده سخن، فاحنا بدأنا بقى نحط فيه. ماشي، خلي بالنا كده من الزيت بتاعنا علشان ما يتحرقش. توطي شوية وتشغليه، وبالشكل ده هو طلع معانا رهيب. وقطعت لكم حتة عشان تشوفوه من جوه قد ايه هو لحمه ابيض وجميل، والطعم حكاية.